لو عايزة تعملي أكل سهل واقتصادي وسريع ومش هياخد منك نص ساعة، اتفرجي على الفيديو ده للآخر. هنعمل حاجة سهلة بسيطة من غير فراخ ولا لحمة، اقتصادية وطعمها حلو وفيها كمية غذاء حلو جدا لأولادنا. أول حاجة هنسمي الله، هنجيب صينية عندنا تكون بتدخل الفرن، هنزل فيها ببصلاية متقطعة جوانح، هنزل عليها برشة من الملح ورشة من الفلفل، واقلبهم مع بعض كويس كده بايدي لحد ما ريحة البصل كده تبان مع الملح والفلفل. عندي 3 بطاطسات متقطعين دواير، حجم واحد. انتي كمية البطاطس انتي هتستخدميها براحتك، انا استخدمها 3 بطاطسات هنزل بيها. هنزل عليهم ب4 فصوص من الثوم متقطعين صغير، هنزل عليهم بقرن فلفل متقطع مكعبات، بالجزراية متقطعة حلقات برضو، ببسلة على جزر وفاصوليا، انتي اي خضار عندك عايزة تحطيه حطيه. التوابل عندنا معلقة بابريكا، معلقة كاري، نص معلقة من الملح، نص معلقة من الفلفل، نص معلقة من الكمون، ومكعب من المرقة. هقلب كل الحاجات دي مع بعض كده كويس، همكس كل ده مع بعض كويس، واكون مجهزة عندي 5 طماطمات كبار ضربهم في الخلاط، او لو صلصة جاهزة عادي مفيش مشكلة. هنزل بعصير الطماطم معايا، واقلب بقى الخضار مع الطماطم كده كويس، واقلب كويس، ومنساش ان انا حاطه مكعب مرقة عشان يدوب. هقلب كويس، هجيب معلقة من الزبدة، هنزل عليهم بمعلقة من الزبدة، وازود عليهم معلقة من الزيت، معلقة واحدة بس من الزيت بس. هديهم بقى كده تقليبة مع بعض بالراحة، وهغطي عليهم بقى على نار وسط لمدة نص ساعة بالظبط. وكده وهي بتغلي عندي كده، بعد نص ساعة عندي طلعت بالجمال والعظمة دي. عايزة تاكليها كده تاكليها. انا بحب احمرها في الفرن تاخد لون كده. انا جربت الخضار كله لقيته كله طيب معايا وبيتقطع بالمعلقة بسهولة. كده عندي يا بقى جاهزة خلاص، هدخلها الفرن، اشغل بس الشواية من فوق، اديها لون كده بسيط، تطلع عندي بالجمال والعظمة دي جنب رز بشعرية. وبألف هنا يا حبايب قلبي، حاجة سهلة بسيطة اقتصادية ما فيهاش اي ابتكارات خالص، وطعمها تحفة تحفة. باي.